مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده احترت في الاكل وما كنتش عارفه اعمل اكل ايه بصراحه. قعدت ادور وبعدين قلت ايه، طب ما اعمل عدس. فرحت جايه بقى مطلعه الحاجه وعملت طبق عدس وعملت طبق سلطه بتنجان. طعمها تحفه بجد، تفتح النفس. وطبعا ده اللفت المخلل اللي انا كنت عاملاه وكنت منزله الفيديو بتاعه، هحطلكوا اللينك في صندوق الوصف. جبت هنا كوبايه عدس. انا مكنتش عايزة اعمل كمية كبيرة، فقلت هعمل كوباية واحدة بس. عملت كوباية عدس ونزلت عليها بمية وطبعا هنا بالمعلقة كده عشان العدس كان في المصفى فردته من بعضه ونزلت عليها بكمية كبيرة من المية عشان الحاجة اللي انا احطها مع العدس تتسلق بسرعة. هنا كان طماطميتين كبار وبصلاية كبيرة. هحط 3 فصوص توم وهقفل عليها. وبعدين هنا كان عندي جزر كنت مفرزاه، طلعته خدت حبة منه وحطيته كمان مع العدس عشان يديله طعم ولون حلو. طبعا ريحة العدس وهو طالع بيتسلق طعمه تحفة. هنا كان العدس خلاص خلص وكنت بضربه في الخلاط. اللي عنده هاند بلندر ممكن يضرب بالهاند بلندر عادي بس يصفي بعد كده، وطبعا الخلاط لازم برضه بنصفيه. انا بشوف ناس ما بتصفيش العدس، يا جماعة العدس ازاي مش بيتصفى؟ ده بيبقى كله شوائب، يعني بيبقى فيه مكان الطماطم ومكان البصل ومكان التوم وكل دوت لازم طبعا يتصفى كويس. انا هنا صفيت كمية العدس اللي معايا كلها بالمصفى وطلعت كمية شوائب كتير جدا، فما ينفعش ان احنا نعمل العدس كده زي ما هو. خلصت كمية العدس صفيتها وجبت معلقتين سمنة بلدي اللي هي الفلاحي ونزلت عليها بقى بالشعرية. حطيت فيها شعرية كده حبة حلوين كده حمرتهم. بصوا اللي مش حابب الشعرية في العدس ممكن يستبدلها بلسان عصفور، وفي ناس بتحط رز، بس انا بصراحة مش بستخف الرز او لسان العصفور، انا بحب الشعرية اكتر حاجة يعني. هنا الشعرية كانت اتحمرت ونزلت عليها بالعدس على طول. احلى حاجة الطشة ديت، ان العدس كده وهو نازل على الشعرية تش كده، دي الطشة دي بتنزل قلبي يعني، مش بتنزل معدتي، بتنزل قلبي. جبت البواقي من الطبق بالمعلقة كده، حبة ملح بقى على حبة كزبرة على حبة كمون، يطلع حبة عدس يستاهلوا بقكم. اصلا ريحته ولونه وشكله كله على بعضه كان طعمه تحفة. قلبنا الحاجة كويس فيه. بصوا بقى هنا سلطة البتنجان بقى، كان عندي بتنجانية كده في التلاجة، قلت اطلعها كده اقشرها. احنا بنموت في سلطة البتنجان دي كمان مع الكبدة، بتبقى طعمها تحفة. قشرتها كده نص ونص كده تضليعة وقسمتها 2، النص ده هقطعه مكعبات والنص التاني هقطعه شرايح هعمله مقلي عادي، مش هحط عليه اي اضافات. هنا كنت رجعت تاني البتنجان، كانت الانسة رانسي عايزة تشرب شربتها ورجعت تاني للبتنجان. قطعت كمية البتنجان اللي معايا كلها شرايح، كلها مكعبات سوري، انا عايزاها مكعبات صغيرة مش كبيرة، هي اصلا بتكشف الزيت يعني. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله دي الاكلة المفضلة في الشتاء، يعني هو الشتاء بيعشق العدس والمبكبكة. هنزل عليها بقى بحبة ملح كده هسيبه ينزل ميته، نقلته في مصفى على فكرة عشان ينزل المية بتاعته. قشرت بقى 3 بطاطسات كده، وهقطعهم برضو مكعبات، بس في واحدة منهم هقطعها طويلة عشان انا كنت عايزة اقليها عشان اديها لبنتي تاكلها. هقطع اول واحدة كده صوابع انما الاتنين التانيين هقطعهم مكعبات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهو بصوا انا هنا بقطع اهي مكعبات.
هقطعها مكعبات صغيرة كده. في القلية بقى مع سلطة البتنجان تتاكل بالعيش كده تبقى حلوة قوي. والله حاجة الأكل بتاعت كل يوم دي بتصدع وبتوجع الدماغ. اهوت خلصنا بقى كمية البطاطس كلها كده اللي معايا. هروح بقى اقليها واقلي البتنجان واقلي فلفل، كام قرن فلفل سبايسي كده بيدوها طعم حلو قوي برضك. هنا كنت خلاص بقلي البطاطس. سلطة البتنجان دي بتتاكل مع المشاوي، بتتاكل مع الكبدة، بتتاكل مع العدس زي ما انا عاملة بالبطاطس وكده، بتديها طعم حلو قوي على فكرة. يعني بتبقى كمقبلات كده مع الاكل بتبقى جميلة. انا بعملها كتير قوي هنا عندي، بحطها مع كل الاكل بتتاكل بصراحة. هنا كان خلاص البطاطس خلصت. هاخد بقى البطاطس هحطها على مناديل عشان تنزل ميتها. سوري، تصفي الزيت بتاعها. هحطها على مناديل عشان تصفي الزيت بتاعها. الذاكرة بعافية، الذاكرة بعافية. وهحط بقى بدأ مكانها البتنجان اللي انا مقطعه مكعبات، وهسيبه برضو لحد ما يتقلى، وهطلعه برضو على منديل يصفي الزيت بتاعه عشان الاكل ما يبقاش مليان زيت، والبتنجان كمان بيشرب زيت. هنا كان خلاص برضو البتنجان خلص، رحت جايه نازله بقى بالفلفل السبايسي يتحمر، ونطلعه كده بقى. وهقولكوا بقى التركية اللي هتخلي طعم سلطة البتنجان تحفة. هنا كنت خلاص حمرت كله. بصوا نزلت بقى كله كده على بعضه، وكان معايا طماطمايه قطعتها برضو مكعبات، حطيتها برضو على سلطة البتنجان. سلطة البتنجان كمان دي لما بتبات بيبقى بقى طعم التمليحة بتاعتها دخل بقى جواها كلها، بتبقى طعمها حلو قوي مع الطماطم والفلفل. في ناس كمان بتقطع بصل شرايح، بس انا مش بحب عليها بصل، بحسها تقيلة يعني. وكان العدس كمان في الوقت ده خلص، كان استوى خلاص، وكنت خلصت الاكل كله. وهنا بقى كان معايا فص توم واحد عشان ما يبقاش فيها توم كتير. وهنزل عليها دي هريسة شطة. اللي ما عندهوش هريسة الشطة ديت ممكن يفرم فص التوم مع قرنين فلفل ويحطهم عليها كده عادي، تديها طعم حلو قوي برضك. هقلبها كلها كده مع بعضها كويس لحد ما كل المكونات بتاعتها تدخل في بعض. وهنا كانت خلصت، وطبعا حطيت لها رشة ملح خفيفة مش تقيلة، مش عايزة الملح فيها تقيل لان البتنجان منقوع في ملح. وكده كان الفيديو بتاعنا خلص. يا رب تجربوه يعجبكم، ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة.